ازيكم؟ ان شاء الله انتوا كويسين وطيبين. بديتوا تحتاروا في الغداء، احنا دخلنا خلاص في مود الليله نطبخ شنو وهربنا نعمل شنو والزياده شنو. انا عموما حنزل لكم كده كده وصفات ان شاء الله يعني تستفيدوا منه، وكمان زي ما بيقولوا يسد لكم فرقه. المهم جبت كده حبتين بصل وقطعت كمان توم كده شرايح كده صغيره خفيفه، تمام. وبعدين ضفت له شويه هيل. هعمل معاكم رقيقة. رقيقة طبعا من الأكلات اللي قدر ما تاكلي وما بتشبعي منه، لكن هي أكلة لذيذة جدا. بعد ده عندي لحم شوية، يعني شوية من اللحمة معاه عظم، يعني شوية منه لحم سادة وشوية عظم، تمام. هضيف على البصل والثوم ومعاه الهيل. ممكن كمان تضيفي كزبرة باودر عادي، وكمان بضيف كزبرة حب برضو، شوية من الفلفل الأسود، لأنه الحاجات دي بتدي نكهة كده رهيبة للشوربة. بعدين أنا عندي حاجة كده دايما بضيفه، ما عارفة إذا أنتوا بتضيفوا زيي ولا لأ. أنا بخد دايما في الشوربة اللي هو بيكون تبع الأم رقيقة، باخد فيه اللهم صل وسلم شمار اللي هو شمار العادي الناشف. بحس إنه بيديه كده نكهة رهيبة. بعد ده هديه موية وأقفله تقريبا أخذ معي 25 دقيقة في حلة الضغط. وخلاص بعد ما خلاص أخذ زمنه في الحلة، فضيته في حلة تانية وخليته على نار واطي شوية. وشلت اللحم. ليه شلت اللحم؟ لأنه أنا مؤخرا بعد ما خلاص بديت أعمل قلت يا ربي أعمل صحن جانبي، أعمل شنو، ذكرت إني عندي شوية لحم كده من باقي رمضان، فقلت خلاص أقلب اللحمة. مجرد ما جيت الشوربة خلاص زبطت، قمت شلت كمان اللحم اللي في الشوربة وضفته مع الحلة في الحلة التانية. وطلعت كده صحن زيادة. يعني في الغداء مرات كثيرة الأمهات جدا جدا بيحتاروا في الغداء، فإن شاء الله بإذن الله ربنا يسهل الأمور وأقدر أنزل لكم وصفات دايما يا رب. فهنا بس اللحمة زي ما انتوا بتعرفوا، بصل ومعاه كزبرة، معاه شوية شمار، معاه شوية فلفل أسود. وحخليه في النار، ما داير مني أي حاجة. شوية حينجض بمويته، بعد ما خلاص تحسي إنه هو نجض بمويته لكن محتاج لسه شوية، بضيف عليه شوية موية وتاني حخليه في النار، يعني ما داير مني أي مجهود. واخر شي حديه توم، حخليه يتحمر براو وبيطلع معانا ظابط شديد. هنا خلاص حضيف التوم. في ناس في الام رقيقه بيقدحوا بيعملوا التوم قدحه، انا بحب انه بس اخده كده. خدت كده كميه حلوه عشان النكهه تكون اقوى. وكمان في معاه شويه لحم، يعني ما شلت اللحم كله. بعدها حضيف شنو؟ الويكا طبعا هنا هو اللي اصلا بيطلع طعم الام رقيقه. يعني اذا الويكا ظابطه خلاص. انا الحمد لله كنت عندي ويكا بلديه رسلوها علي من السودان، كانت حلوه شديد. فبس والله طبعا لازم رقية معاه شطة، معاه بصل أبيض، معاه الجرجير. يعني الحاجات المعروفة عندنا في السودان، أكلة لذيذة جدا وسهلة جدا. وبالمناسبة رقية ممكن إحنا في السودان زمان في الشمالية حبوبة كانت بتعملوا لنا من غير لحم، بس بصل ومعاه توم، بتحطه في النار يا جماعة بيطلع رهيب رهيب بصورة مبالغة. بس بتحطه في مويه مع بصل والحاجات دي، وفي النهاية تضيف ويكا. والله حلو حلاء رهيب. دي وصفتنا اليوم، إن شاء الله تعجبكم. في أمان الله.